الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكثير من الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وديل اللي هم الصوفية بقول لك احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم كويس، ويجوا يخالفوا في أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه يعني شنو؟ ربنا عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى، قال: إن هو إلا وحي يوحى. كويس. يجوا يعملوا الموالد والبدع والمحدثات في الدين كويس، ويجيبوا أذكار يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد من التابعين كويس. زي يعني يجيبوا لك يقول لك في كتاب يعني التجانية، قالوا صلاة الفاتح كويس تعدي القرآن 6000 مرة، وده كلام من أبطل الباطل كويس. ويخالفوه في كثير من الأمور. ربنا عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وربنا عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: وأولي الأمر منكم. فالواجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل يعني ما أمرنا به كويس، ونعمل بما جاءت به السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بها كويس، ومن خالفه. وده معنى شهادة شنو؟ أن محمد رسول الله، يعني طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وازدجر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني بالتوحيد، وكان يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم كويس. كان بيقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كويس. وربنا عز وجل قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله شنو؟ قال: يستكبرون. والعبادة والتوحيد ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل به جميع الرسل. ربنا عز وجل قال في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فالعبادات كثيرة، منها صوم ودعاء ونذر وإنابة وخشية إلى غير ذلك من أنواع العبادات. والدعاء ده طبعا من أعظم أنواع العبادة. الليلة عندنا كثير من الناس في السودان صرفوا عبادة الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، ينادوا الأموات، ينادوا أصحاب القبور والأضرحة كويس. وده شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول لك: قوم يا أخي ناديهم لي كويس. يقول لك: إناب خطب، ده البرعي قال كده: إناب خطب، قال في البلاد نذيل، قال فقل يا ولي الله إسماعيل. يقول لك: نادي الكينيك كالبرد رمش كويس. وذاك يقول لك: إن كنت في كرب وهم، قال فنادني بيا مرغني، قال أنجيك من كل شدتي. فده كفر بالله عز وجل وشرك. والشرك ده الإنسان إذا مات عليه وما تاب منه ما عنده مغفرة، ربنا ما يغفر له. الإنسان إذا مات على الشرك وما تاب منه ما عنده مغفرة، ربنا ما يغفر له من مات على الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله، قال فقد ضل ضلالا بعيدا. والناس تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وما تنده مع الله سبحانه وتعالى لا صالح لا طالح لا ملك
لا رسول، كويس، تدعو الله سبحانه وتعالى. والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا بندوا الله سبحانه وتعالى وبدعوا الله سبحانه وتعالى. فأنت ما تدعو غير الله سبحانه وتعالى. عندنا الناس الليلة كثير ينادوا الكباشي والمكاشفي والبرعي والصايم ديما وحسن وتحسونة وحسن الجلابية، كلهم بينادون من دون الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تدعو من دون الله، ما تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وناس أصبحوا أموات، يعني شنو؟ ما بسمعوا دعاءكم، دعيتهم ذاته ربنا قال لك ما بسمعوا. ربنا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا قال ما استجابوا لكم. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.